السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم كده ان شاء الله، وربنا يبارك لكم كده ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعة، خلاص احنا داخلين على روائح رمضان. الشهر الجاي رجب بإذن الله. ربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة علينا، يا ربنا يجعلها إن شاء الله شهر رمضان السنة دي لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. دايما الدعوة دي يا جماعة قولوها علشان ربنا يبلغنا رمضان. طبعا إن شاء الله أنا عملت معاكم الفسيخ الجميل التحفة ده. طبعا في الشتاء انتوا عارفين بياخد سوا كتير، فأنا هنا عملته معاكم. طبعا الصغير اللي أنا عملته قبل كده بسم الله ما شاء الله 10 أيام وكان خلص. فطبعا رحت اشتريت اللي هو الكبير اللي انتوا شايفينه ده. اشتريته وعملته. طبعا عايزه اقول لكم بصوا يا جماعه، اقل من 15 يوم كان الفسيخ المزبد اللي انتوا شايفينه. طبعا شايفين بسم الله ما شاء الله شكله من جوه كان عامل ازاي. اول حاجه عندنا احنا بنجيب الملح وبنحط الشطه. انا حبيت اجيب لكم اختصار كده للطريقه. انا الطريقه بتاعته عملته كذا مره معاكم، بس الطريقه عشان تطلع معاكي ناجحه 100%. فانتي هتجيبي الاول تحطي معلقه كركم، معلقه 3 معالق شطه، والملح بتاعك عادي. تاخدي بالك من الملح ما تكتريش قوي. طبعا بحط في البق وبحط في الخياشين، وقبل ده كله السمك بتاعي بغسله غسله جميله جدا جدا علشان خاطر ما يبقاش ناشف. ليه بقى؟ اول حاجه احنا بنغسله غسله كويسه من الخياشيم وبننضفه، وبعد كده بنصفيه. السمك بتاعنا بنمسكه بنعمله المساج بقى بيديكي التسبيده اللي انت شفتيها في بدايه الفيديو. انا هنا حبيت ان انا اوريكم طبعا عشان انا كنت جايبه ال3 كيلو وربع. كانوا عاملين قد 11 واحدة من الفسيخ. طبعا انا حطيتهم كل 3 لوحدهم، وفي واحدة كانت كبيرة قوي انا عملتها لوحدها وسبتها. فطبعا زي ما انتم شايفين كده بجيب الكيس بحط معلقة ملح من تحت، وبرش عليها معلقة ملح من فوق او معلقتين. طبعا التحديق ده انت زي ما انت عايزة، حابة تحدقي براحتك، حابة يبقى مظبوط برضو اللي يعجبك. ما تكتريش ملح، مش اللي يريحك. اهم شيء تكوني حاشيه الخياشيم والبق كويس. طبعا هنا انا خلصتهم تماما تماما تماما، وهبتدي ان انا احطهم في الصينيه اللي انتوا شفتوها. عندي بقى قماشه صوف شويه لفيت بيها الصينيه دي وزقتها في الفرن. التكه دي هتديكي الفسيخ اسرع وقت هتاكلي بيه الفسيخ. طبعا انا عملته وحطيته في الفرن. طبعا ده غدانا النهارده يوم الجمعه. فانا طلعت بقى ايه، انا عايزه اقول لكم ان اخر كيس من الفسيخ احنا بسم الله ما شاء الله رايحين جايين عليه. انا بحبه جدا انا والاولاد، فتلاقوني على طول بطلع وباكل وقت ما احب. يعني انا ممكن تلاقوني فطرت مثلا، ممكن تلاقوني اتعشيت منه. فانا كده بحبه جدا بصراحه انا والاولاد. او اخر ما بنزهق مثلا اكله مش عجبانا بنروح مطلعين واحده ونقعد ناكلها. فبصراحة جميل جدا. فقلت بقى النهاردة يوم الجمعة بقى اجازة مع لمة العيلة كده ان شاء الله. رحت حمرت شوية بطاطس وقطعت شوية بصل اخضر كده جميل، وهبتدي ان انا افتح معاكم الفسيخ بتاعنا. طبعا زي ما انتم شايفين البطاطس جميلة جدا مع الفسيخ بتقل. انا طبعا الملح بتاعها بظبطه، ما بخليهوش ملح قوي. فهقولك تكة لو انتي ما بتعرفيش بتخافي انك تملحي الفسيخ، فهتجيبي الملح الرشيدي من عند العطار، ملح رشيدي، وكتري زي ما انت عايزة. مش هيأثر خالص خالص، ولا هيملح الفسيخ الملحان الحادق قوي، هيبقى مظبوط جدا. لكن انت لو انت مثلا انا عارفة الكمية والمقدار المعين للفسيخ طبعا حسب حجمه وحسب يعني وزنه. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. افتح الكيس بتاعي كده. انا عايزه اقول لكم الريحه تجنن تجنن. وبسم الله ما شاء الله بقى ال- الواحده بس طلعت لحمه. طبعا انا خليته. انا خليته. وبعصر عليه ليمون وبحط شويه خل بقى. عايزه اقول لكم طعم حكايه والله يا جماعه، حكايه حكايه. اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا تعرفي ازاي ان هو مستوي؟ اول ما بتدوسي عليها كده بصي صوابعي باينه فيه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الشكل ولا الريحه بقى؟ حكايه بصراحه. طبعا احنا بقى ملمومين حوالين بعض النهارده الجمعه اجازه. فانا فكرت قلت احلى اكله بقى ناكلها نتغدى بيها النهارده يوم الجمعه علشان خاطر ناكل ايه؟ الفسيخ.
طبعا عملت معاكم برضو السردين المخلل، فان شاء الله انتظروا لان انا خلاص اخر كيس طلعته. فان شاء الله هعمل برضو فسيخ تاني لان انا بحبه يبقى موجود في البيت. لان انا بجيبه من بره بيبقى غالي ومش زي اللي انا بعمله بصراحة، بعمله بيبقى نظيف جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. بصوا انضفه كده. بسم الله ما شاء الله، لو تاخدوا بالكم كده السمكة صوابع معلمة فيها، طالما الصوابع معلمة فيها كده بالشكل ده يبقى كده بسم الله ما شاء الله. انا عايزة اقول لكم ان هنا كنت سايباها 15 يوم، انا في العادة بعملها 10 ايام بس مش 15. بصي صوابعي معلمة فيها، يبقى كده الفسيخ بتاعك نجح 100% ومستوي. هنقطع الراس. بصوا، وباجي عند السلسلة من الظهر وبروح فتحاه. طبعا ان بنضف البطن كويس. طبعا عشاق الفسيخ يخشوا يكتبوا كده في الكومنتات كده تعليقات جميلة يا جماعة. في ناس كتيرة تقول لي لا في الشتاء بياخد وقت، لا والله يا جماعة ما خد وقت خالص. اقل من 15 يوم. اقل من 15 يوم. بصوا بسم الله ما شاء الله بقى من جوه مورد وجميل ازاي كده، فسيخك 10 على 10 ومزبت. شوفوا زبدة، والله زبدة يا جماعة. بصوا الجمال والحلاوة. بصوا زبدة. مظبوط، عاملاه مظبوط ولا حادق. يعني بصوا مظبوط جدا، ملحه تمام التمام. طبعا هخليه معاكم. وبصوا القطع. بصوا القطع كده اللي بتطلع منه. بصوا الجمال والحلاوة. خلاص كده طبعا دي فيها واحدة هشيلها في الفريزر واعمل الاتنين بس هكتفي بيهم. بصوا بقى بالمعلقة بسم الله ما شاء الله بتطلع كلها ازاي، الله اكبر، يعني حاجة كده كلها لحم. والسلسلة دي كمان مليانة لحم. طبعا انا ما برميش السلسلة. باخد الجزء اللي هو في البطن ده بقى ارميه، والسلسلة بقطمها وبروح احطها في الطبق بتاعنا. بصوا بسم الله ما شاء الله اللحمة عامل ازاي. طبعا تعرفي فسيخك جميل ولا لأ لما تلاقيه مورد كده وجميل كده مستوي منك 100% ومزبت. طبعا عايزة اقولك بقى هتاكليه هتدعي لي بطريقة جميلة وسهلة وبسيطة. هتقدري انك تعمليها في البيت ليكي وللأولاد، وحاجة نظيفة جدا جدا. موثوق فيها. يعني انا اشتريته من بره والله جبت ب120 و130 جنيه. طبق صغير. طيب انا جبت السمك البوري الكبير ب150 جنيه. يعني انت لو جبتي بسم الله ما شاء الله 3 سمكات كيلو. يعني لو جبتي 3 سمكات كيلو فانت بسم الله ما شاء الله لو حتى هتجيبي سمكتين كبار حلوين احلى 100 الف مرة من انك تجيبي صغير. يعني انا بصراحة كانت للأسف الفيديو اللي قبل ده كنت انا عاملاه صغير ما حبيتهوش لان لحمه كان قليل. برضه هوريكم شكل السمك الصغير الفسيخ الصغير. لكن ده بسم الله ما شاء الله كبير. الواحدة كانت تعمل لها قد نص كيلو إلا حاجة بسيطة. بسم الله ما شاء الله شايفين ملحمة ازاي. فانت لما تجيبي الكبير احلى بكتير انك تجيبي الصغير. ليه بقى؟ اول حاجة ان الراس بتاعه السمك الصغير بتوزن. فانت عشان تاخدي كمية اللحم ديت يعتبروا 4 سمكات صغيرين. فاحنا هنا خدنا سمكتين بس. بصوا بسم الله ما شاء الله الطبق ملا ازاي. ادي الطبق. طبعا حجم السمك الصغير عمره ما هيديك الكمية اللي انت شايفاها دي. فانت دلوقتي بتهدري في الراس وبتهدري برضو في المعدة. فانت احسن لك انك تجيبي سمكة واحدة احسن ما تجيبي سمكتين. بسم الله ما شاء الله شايفين الله اكبر الطبق عامل ازاي مليان ازاي. بصوا بقى ده السمك الصغير. طبعا ما كانش عاجبني طعمه حلو وكل حاجة بس ما كانش عاجبني. دول 3 سمكات يا جماعة. اللي في الطبق دول 3 ودي واحدة. فبصراحة كان طعمه حلو وكل حاجة بس أنا بحب السمك الكبير. فطبعا انتوا واخدين بالكم من الفرق. بصوا بسم الله ما شاء الله مزبد وحجمه كبير. طبعا انا جبته كده احلى بكتير من ان انا اجيبه صغير. بسم الله ما شاء الله شايفينه مورد من جوه وعامل ازاي. حاجة كده تحفة والله يا جماعة.
فيا رب يكون الفيديو عجب، ده غدانا النهارده بقى. يا رب الفيديو يعجب حضراتكم كده، وكل اللي بيحب الفسيخ يكتب لي في الكومنت ويعمل لايك يا جماعه، علشان انا شايفه مفيش اي تفاعل خالص. بسم الله ما شاء الله، شايفين كلها لحم يعني بصراحه. احسن ليكي لو هتجيبيها هاتي الكبير، اوعي تجيبي الصغير. الكبير بياخد سوا، بس التكه اللي قلت لكم عليها تلفوها في حاجه صوف، حاجه تقيله، وتزقوها في الفرن. طبعا اوعي تشغلي الفرن عليها خالص. اول ما تيجي تقضي طلباتك طلعي حاجتك، فرنك يبرد، دخلي الفسيخ تاني في الفرن. مش هياخد معاكي اكتر من 15 يوم. انا طبعا طلعته بعد 12 يوم بالظبط. بعد 12 يوم يا جماعة بالظبط انا كلنا الفسيخ اللي انتوا شايفينه، بسم الله ما شاء الله. حجمهم كبير جدا بصراحة. فيا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم. واتمنى كده كومنت جميل منكم كده، وان شاء الله ربنا يجعلها ان شاء الله كده جمعة مباركة عليكم. طبعا اكلة بسيطة والله، اكلة زي دي بتبقى جميلة جدا في اللمة ما بيننا وبين بعض. وفي تكة كمان، لو انت عندك اولاد صغيرين ممكن تحطي زيت على النار وتاخدي قطعتين من الفسيخ اللي احنا عملناهم دولت، وتقليهم على زيت على النار، وكمان تقطعي عليها طماطمايه. الفكرة دي جميلة جدا للأطفال مثلا اللي هم عندهم 4 أو 5 سنين، وانت خايفة عليهم ياكلوا السمك ني. بس عايزة اقول لكم والله انت عاملاه في البيت بيبقى نظيف وجميل جدا. فطبعا انا الأكلة دي كده عملتها، وهنتلم انا وجوزي والأولاد وناكلها مع شوية بطاطس محمرة حلوين كده، وخس طبعا، وشوية بصل، وناكل أجمل أكلة وأحلى أكل. دي من احب الاكلات يا جماعه على قلبي. جوزي والاولاد ما بيحبوش بتاع بره، جوزي بيقرف من بتاع بره جدا. فانا على طول الفسيخ والسردين بحب اعملهم. فان شاء الله انتظروا باذن الله، هعمل الفسيخ مع السردين ووصفات جميله جدا ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل